لك يا شيخنا الحبيب. تقريبا كل المداخلات في نفس المعنى. الرؤية نحو الرئيس التوافقي مرفوضة من عموم المشاهدين. الرؤية نحو الرئيس الذي يحمل راية الإسلام هي الرؤية المطلوبة. من هو مرشحك لرئاسة الجمهورية يا شيخ عبد الله؟ أسأل الله عز وجل أن يبارك في الإخوة المشاركين الحقيقة، والحمد لله عز وجل أنه عندنا، يعني أنا في جملة هنا من أمتع، وده اللي أنا قلته أثناء الكلام وبأكده في كل مكان. من فضل ربنا علينا إلى اللحظة رغم ما عندنا من قصور، لا مش هو ما عندنا، ما عندهم، لأنه أنا لست لا أشرك نفسي بين العلماء والشيوخ، إنما أنا يعني أقل من ذلك بكثير. إنما أقول رغم ما عند علماء من قصور في معالجات واقعية، إلا أن الشعب إلى الآن يعلن أنه تابع، وحركونا وأمرونا وقولوا لنا من إيدكو دي لإيدكو دي. إذا ماذا بقي؟ دي أفضل كلمة تقال إلى الآن نظرا أو نظريا وعمليا. فما الذي يمنع العلماء أن يطرحوا استراتيجية معاكسة لمصر ابتداء ثم الأمة من بعد ذلك؟ أخي الحبيب، الأخ هنا لفت نظر الأمة كلها لقضية خطيرة جدا أنا أعلنت عنها من قبل أيضا في اللقاء، ولكن أؤكد عليه. الحقيقة إن أنا بقول لك أنت هتشتغل بس في المساحة المسموحة ليك، إنما لما تيجي تقولي دستور لا، لدرجة إن كنا بنقول شريعة، الآن يقال دستور توافقي. ومين اللي بيقول؟ رئيس مجلس الشعب. عفوا كلهم إلا من رحم الله. لما بقصد الرئيس مجلس الشعب يعني علشان هو الرمز. أصله ممكن اللي بيسمعك ما ياخدش باله يعني إيه كلمة، يقول لك هو اللي قال كده. لا، إحنا بنعكس إن هذا هو التصور الغبش اللي حصل عند الجميع. بقى فيه يعني وصلنا لدرجة إن واحد يقول لي طب وفي إيه لما يكون دستور توافقي؟ وما الفرق بينه وبين غيره؟ وبالتالي رئيس توافقي، لأن في 5 حاجات ممنوع المساس بهم، لا يجوز المساس بهم. مش هقولهم لك، هقول 2 بس دلوقتي. طيب ايه هم؟ الدستور لا يسمح ان يكون دستور اسلامي. ده مين اللي بيقول كده؟ هم. لكننا نملك، والله نملك بعقيدتنا، نملك بثباتنا، نملك بفضل من ادوات، من جماهير، من امه تعتقد عقيدتنا. الاخ بيقول احنا انتخبناكوا ليه؟ عشان الشريعة. اخترناكوا ليه؟ طب انتوا ايه اللي حصل لكم؟ ما الذي اصابكم؟ لذلك لما نيجي نتكلم عن الرئيس ما عندناش اختيار. انا عندي رئيس بيقول شرع الله انا وراه. يطلع حازم صلاح ابو اسماعيل، دكتور حازم نفسه قال بلسانه كده وانا سمعت هذا. نعم. اقسم ان لو غيره سيرفع راية الشرع سيكون اول من يؤيده. إذا أنا لا أحب أن أختزل الأمة في شخص الدكتور حازم، إنما أريد أن أختزل الأمة في الأصل شرع الله. من الذي يطالب به؟ إن كان الدكتور حازم فنحن نؤيده، لأننا لا نريد إلا شرع الله. لكن الآن ما الذي يحدث؟ الأخ قال كلمة جميلة جدا، قال هو يعني عشان غلطة واحدة بتاعت جمعة مش عارف إيه. طب أنا بسأل سؤال، الدكتور حازم عنده أخطاء، ممكن يكون عنده أخطاء، إيه المشكلة؟ نجيب أسوأ يعني أبعد التصور، عنده أخطاء، إيه المشكلة؟ هو ما في حد فيكم ما عندوش أخطاء؟ يا من تداركتم عليه وانتقدتموه على الملأ علنا وجهارا، والله ما فعلتم هذا بالليبراليين، ما فعلتم هذا بالعلمانيين، وأخص بهم الأعظم. أنا مش هفرح بيك لما تقعد قدام واحد في قناة وتقعد تنتقد فيه وينتقد فيك، لا أنا عايز الرؤوس، أنتم تحترمونهم وتقدرونهم. طب هل معنى كده أن الدكتور حازم ده بشر عنده أخطاء؟ هو لما يحكمني هو مطلوب في اللي بيحكمني انه يكون معصوم؟ من قال هذا؟ ومن ادعى العصمة؟ وأين يوجد هذا أصلا؟ بالضبط. ولذلك أنا بقول رئيس المسلم بيحكم من خلال قاعدة، مجموعة أهل الحل والعقد، بيحكم من خلال لجان علمية في التكنولوجيا، في الشريعة، في الفقه، في الطب، في الحديث، في كل شيء. إذن هو نحن نريد من يريد شرع الله. هذا الذي سيحكم لن يحكم برأسه، لن يحكم بذاته، لن يحكم بأفكاره، إنما سيحكم من خلال شرع الله. الشرع. هو أبو بكر رضي الله عنه لما حكم بإيه؟
بشرع الله. بشرع الله. عمر لما حكم بإيه؟ حكم بشرع الله، لم يحكم بشخصية عمر، ولم يحكم أبو بكر بشخصية أبو بكر. سبحان الله. واقرأوا التاريخ ستجد أن أبو بكر قدم أروع نموذج للسياسة في العالم، حتى عن عمر، حتى عن عمر. السياسة الداخلية التي سلكها، ودي محتاجة تتشرح للأمة عشان نعرف كيف استطاع عمر أبو بكر الصديق في سنة واحدة يقدم سياسة داخلية على أعلى مستوى في العالم. والسنة الثانية لأنه هو كانت مدة خلافته كلها إيه؟ 2 و3 أشهر أو شهرين. نعم. سياسة داخلية وخارجية أبهرت العالم. كان بشخصيته؟ لا، كان بشرع الله. فإن استقمت فقوموني، فإن استقمت فاعلوني، وإن اعوججت فقوموني. هو ده المطلوب. لذلك إن كان هناك، وأنا بقول الأمة، إن كان هناك من سينادي بتطبيق شرع الله فيجب أن نؤيده أيا كان هو. فإن كان هو الدكتور حازم صلاح أبو اسماعيل الذي أدعو له من، يعني أنا كان حصل بيني وبينه اتصالات هاتفية، وأنا أحبه في الله عز وجل وأدعو له بظهر الغيب، أقول إن لم يكن غيره فيجب علينا أن نكون خلفه، لكن ليس ذلك معناه أنه معصوم. لا أحد يمكن أن يكون معصوما في العالم، ما عندوش أخطاء حتى من انتقدوه يعني. نسأل الله العافية. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولم يقل الفضيحة. وما هكذا تكون النصيحة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قالها 3، والحديث عند مسلم من حديث أبي رقية تميم الداري. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فهكذا تكون القيادة العلمية التي تحتاجها الأمة. الملفات كتير. نعم. أنا ما قلتش حاجة تقريبا. صحيح. يعني أنا ما فيش ولا ما خلصناش الصفحة الأولى من الأسئلة. طيب إن شاء الله هنرتب لقاء جديد وآخر أو لقاءات أخرى مع فضيلتك تحت عنوان كشف الحقائق، نبسط فيها كل ما لديك من هذه الرؤية العميقة. بشكرك شكرا جزيلا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز. شكرا.